بما اننا خلاص داخلين في الشتاء وهنحتاج الحاجات اللي نتسلى بيها كده في السريع سريع وما تكلفش وتكون سهله في عمايلها وفي نفس الوقت اقتصاديه، وده كله عشان خاطر المدارس طبعا وولادنا بيحتاجوا حاجات كتير قوي. انا جاي لكم النهارده بحرف الاس، وحرف الاس هي مقرمشات مشهوره جدا في الفرن المصري او في المخابز المصريه. وبالنسبه للمقرمشات دي فهي بتكون عامله شويه زي البقسماط بس على شكل اس، وفي نفس الوقت بتكون مختلفة شوية. انت هتعرف كل ده ان شاء الله، بس كمل الفيديو معايا للاخر وانا بضمن لك انك بعد ما تشوف الفيديو هتعتمد الطريقة دي ومش هتعمل غيرها ولا هتشتريه تاني من بره. هتصلي على النبي وما تنساش تشترك في القناة. اول حاجة هنعملها هنختبر الخميرة. هنجيب اي حاجة واسعة عندنا وهنبدأ ننزل فيها ب 200 مللي من المية، يعني كوباية مية، وهتنزل بمعلقتين كبار من السكر، عليهم باكت خميرة فورية او 10 جرام زي ما انت شايف قدامك كده بالظبط. اديها تقليبه في السريع كده وتاكد ان السكر داب وكل حاجه تمام. وباي غطا عندك هتغطي الكوبايه وتسيبها لمده 10 دقائق تقريبا لحد ما توصل معاك ان هي تعمل وش كده او فوم زي النسكافيه كده. الخميره ناجحه تمام. بعد كده بقى يا صديقي هتحضر لي بوله واسعه هنعجن فيها. هننزل بقى بالخميره بعد ما اتاكدنا ان هي ناجحه، وهننزل عليهم بنص كوبايه من الزيت، اي نوع زيت عندك حتى لو زيت تموين، وعليها بقى بنص كوبايه من السمنه كده، ويا سلام لو نص كوبايه سمنه بلدي او اي سمنه تانية عادي مفيش مشكله. عليها بقى بمعلقه كبيره من الخل، وطبعا ما ننساش رشه الملح بتاعتنا. هتقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كده لحد ما تتاكد ان الملح داب تماما تماما. بعد كده هنجيب 4 كوبايات من الدقيق المنخول او نص كيلو، ونبدا ننزل بيه تدريجيا مع التقليب كده باي سباتولا او باي معلقه خشب عندك. المهم ان التقليب يكون من فوق لتحت كده، واول ما تحس ان هي خلاص محتاجه دقيق هتبدا تنزل بالنص الباقي من الدقيق. وتنزل بقى يا صديقي عجن بايدك كده مش اقل من 4 دقايق او 5 دقايق. المهم لما العجينه تنعم معاك تماما تماما وتتلم وتحس ان هي خلاص كده بقت مخدومه، ولو حسيت كده ان هي عايزه تنزل على اي سطح مستوي هتبدا تنزل بيها وهتفتح فيها زي ما انت شايف قدامك كده بالظبط. دي احسن طريقه للعجن او التفتيح، ده بيخلي العجينه معانا طريه وتبقى سهله معانا في الفرد بعد كده. المهم عودوا نفسكم لو اي عجينه بتاعت مخبوزات هتفتحوا فيها بالشكل ده هتطلع معاكم عظمه العظمه. بعد كده هتلفها وتكورها وهتحطها كده في اي بوله عندك وتكون دهنها بالزيت، وهتسيبها ترتاح بس لمده 10 دقائق مش اكتر عشان خاطر تكون سهله معانا في الفرد. الخطوه اللي بعد كده انك هتجيب نص كوبايه من السمسم وهتنزل بيها في اي طبق عندك. ملحوظه بسيطه بس، اهم حاجه يكون السمسم متحمص نص تحميصه كده مش قوي يعني. هتنزل عليه بمعلقه كبيره من السكر، ويفضل انك توزعها بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده بالظبط. بعد كده هتجيب معلقه تقريبا زيت وهتنزل بيها على السكر والسمسم، وهتقلبهم مع بعض كويس جدا جدا لحد ما توصل انها تكون زي رملة البحر كده. بس بعد كده بقى هتركن ده كله على جنب. هنطلع بقى العجينه بتاعتنا الجميله بعد ما ارتاحت كده ل10 دقايق، وده كان شكلها معانا. وهنبدا نقطعها كده اجزاء اجزاء بايدينا زي ما انتم شايفين كده بالظبط او باي مقطع عندنا. بعد كده بقى هتاخدها بين كفوف ايدك كده وهترولها، وبعد كده هتنزل بيها على اي سطح مستوي وهتبدا تلفها تحت ايدك كده زي ما انت شايف بالظبط. وقطعها كده بحيث ان هي تتلف حرف اس زي اللي انت هتشوفه قدامك ده كده بالظبط. ما دام اتلف حرف اس يبقى انت كده ماشي تمام. وعشان خاطر ما تتوهش او تسرح او تقول يكون قد ايه، هتكون قد كف ايدك زي ما انت شايفها كده بالظبط، ولا تكبرها عن كده ولا تصغرها عن كده، هي كده مظبوطه. هتعمل الكميه كلها على نفس النمط ده وبنفس الطريقه. انت يا دوب بتاخد حته كبيره كده او قطعه من العجينه وبترولها بحيث ان هي تكون شبه الحبل كده، وبتقيس على قدها، وزي ما انت شايف قدامك كده بالظبط الحوار ما فيهوش اي حاجه صعبه. هتجيب بقى شويه السمسم اللي هم عاملين زي رمله البحر دول بالظبط كده، وهتبدا تحط فيهم العجين اللي احنا عملناه او رلناه تحت ايدينا، وهتحط واحده واحده وتطلعها من السمسم ترولها تاني عشان خاطر السمسم يثبت فيها او يكون لازق كويس، وما تكتشفش في الاخر ان هو خلاص ساب وما عادش موجود. بعد كده يا صديقي هتجرب تعمله حرف اس كده، وما دام نفع معاك هتوديها على طول على اقرب صينيه. بس اهم حاجه تكون داهن الصينيه من تحت برشه زيت بسيطه كده عشان خاطر ما يلزقش مننا وهو في الفرن. بالمناسبه لو انت وصلت معايا لحد هنا فكنت عايزك تصلي على النبي بس. بعد ما رصينا اول صينيه هتكون مجهز الفرن بتاعك على درجه حراره 180، وهتسيبه فيه زي نص ساعه. المهم ان هو ياخد وش وتحس ان هو احمر من فوق كده وبقى شكله جميل زي ما انت شايفه قدامك كده بالظبط. اول ما ياخد اللون الجميل الاحمر الحلو الذهبي ده خلاص انت كده في المضمون، وهتلاقي قرمشه وطعم وجمدان. صدقني مش هتندم انك عملته او اخدت فيه نص ساعه بالكتير. ده كان شكله من تحت وده كان شكله من فوق. عايز اوري لك بقى هو شكله عامل ازاي من جوه. هش جدا 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 وخفيف كده، وصدقني مش هتزهق منه خالص، وحاجه سهله جدا وتقدروا تحطوها في اللانش بوكس بتاع المدارس بتاع اطفالكم برضو مش هيأثر معاكم.
انا هنا كنت بدوقه وعايز اقول لكم ان طعمه كان عظمه العظمه ما شاء الله، جميل جدا هيعجبكم. حد هنا دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.